هلا يا حلوين، شلونكم؟ شو اخباركم؟ عساكم بخير. اليوم ما جاي يشتغل وهو عريس. ومن بعد المقطع شنو؟ حبايب المقطع اليوم راح نشيكم لا قصة عرسنا. لا شموسة وافقت اتزوج؟ نتزوجني. ها وانا حضرت اليوم، رحت اشتريت ملابس واموري طيبة. راح يتزوج. خوش راح اتزوج. باركولي. وين الحلقة؟ راح اتزوج. تزوج. مستحيل ما تسويها. شو يقولون اسويها؟ راح عرسكم حبايب القلب، لا والله مو احنا منورين اللي باليوتيوب ومنورين اللي بالتيك توك. هو اللي راح بالتيك نصور. توك فاتحين فيديو بدنا نصور لليوتيوب مقطع، ايه. واللي بالبث باليوتيوب فاتحين بث، وراح نحكي اليوم انا وشموسة ايه. قصة عرسنا انتوا هواي طلبتوها. اوكي، وشنو الاحداث اللي صارت ويانا، تفضلوا. وشنو اللي صار بعرسنا. طبعا ذاك الفيديو نزلناه الاخير. شنو مبروك مصطفى عين؟ شنو مبروك؟ هلا عم يقول يا الله. هلا مني هاي طون اسمها منو هاي؟ ام المبروك. باكر ننشر. المقطع هذا حبايب عقبه ينزل. عقبه. حبايبنا بسم الله الرحمن الرحيم. سولفين انت البدايه، سولف اني. ايش سولف؟ وانا جاي اغسل معي، خلي سولف. نبدي من اول ما عرسنا وش صار ويانا، لو قبل ما عرسنا بشويه. خلينا نحكي. يلا ابدي البدايه اول الخطوبه. الخطوبه علي. شوف احكيكم الخطوبه. ما تستاهل. شوفوا حبايب، خلي احكيكم عرسنا. نوني خما قاعد. نسولف عن التعليقات، لا تدي علي تعليق. اي خلي احكي لكم الخطوبه والعرس انتو كلها طلبتها، وشلون صار العرس وليش صار وهاي. انا من هذا يعني من مصطفى تعرفت عليه، قلت لكم بجا هو مصور وهاي، فراد يعني شلون روحه خلي اجي اخطبك. قلت له انا اللي ما يعطوني محافظات، لان هو كان كربلاء وانا بغداد فتعرفون. مع احترامي يعني مو تقصد انه شيء مو زين محافظه. لا يعني بعيد. بس ما يطلعوا مكان بعيد وغير محافظه. غير محافظه يعني ما يعطي محافظه عندنا غير انا اوضح مكان. لان في ناس باللي هسه اي هسه راح يقولون لا شنو احنا محافظه، لا يعني مكان بعيد. يعني ما يطول غير محافظه. اي ما يعطون وغريب وغير محافظه وما يعرفوه، منو يقبلها؟ فقلت له ما يعطوني، اهلي ما يعطوني، لا تحاول. فهو قال لا انا راح احاول وراح اجي ويخطب وما ادري شنو. قلت له تعال جرب حظك. كان جاب اهله وجو يردون يخطبون. ابويا ما قبل بالبدايه، الله يرحمه. اخذ يعني فتره تقريبا شهر، وجو مره ثانيه يلا قبل. وصارت الخطوبه. من صارت الخطوبه شوفوا حبايب، انا مصطفى ادري بيه ما عنده، يعني ادري بيه وضع على قد حاله. واحد ليش ينكر ويقول كان اخذته غني وعنده فلوس وهاي. لا انا هذا شو اسمه فتي هذا. اي خل اكمل. فهو كان ما عنده خطيه، يعني انا ادري بيه هو على قد حاله. فانا سويت، انا من النوع كان عندي فلوس وقتها. حتى تقول مين عندك فلوس؟ انا كنت ادرس بالجامعه. عدها عمي عدها. وكان عندي يعني دخل يجيني، كنت اسوي سلف واسوي ما ادري شنو. كان عندي فلوس. وكان عندي ذهب، كل شيء عندي، بحيث ماكو شيء ما عندي. ذهب، ملابس، يعني كله جديد. فاحنا من خطبنا طولت خطوبتنا، كنت ادرس. فطولت الخطوبه تقريبا قد 6 اشهر. انا اي 6 اشهر خطوبتنا. تقريبا 6 اشهر خطوبتنا. فمصطفى من اجى راد قد يتقدم لي قال ما عندي بس 2,000,000 اخذيهم ذهب وجهاز. انا قلت له لا ما يحتاج، انا ذهب عندي. هاي شنو هذا الحكي؟ اهلي ما يدرون يعني. فرحنا اي. يعني اهلي كله ما يدرون هذا الحكي. ولحد هسه ما يدرون. ولحد هسه ما يدرون، يمكن هسه راح يدرون يشوفون. وانا قلت له انا ما اريد، عندي ذهب وعندي كل شيء، اخذه وش اسمه هاي مو سوي حلوه. بيه العرس. هاي مو حلوه بحقك. لا ليش مو حلو بحقه؟ لان الانسان هسه كلها اللي تكتب شاطر ليش تتزوج اذا فقر؟ انت هو ليش؟ مو شغلة فوق، هو كان ولد يشتغل. وكان انا راح احكي كل شيء ترى، حتى غرفتنا. اي هو انا شوف كنت اشتغل لميت بنيت غرفه كان ما قلنا غرفات. انا اكمل لكم الحكي. وغرفه اخشاب وهالسوالف هاي. خليني اكمل لكم الحكي. كان بس مو زوج اذا احكي على غرفه وهاي. لا احكي بس لا تجيبين طال الناس. ما اجيب طال ناس، لا ما بس اشتري احكي دخل. الاحداث اللي صار ويانا. خلي احكي هذه وهاي. وشوف انت اذا يعجبك. لا تلعب بيها جيوب هاي هسه فتقتهن. شادر بها تشوف. صار ايش قد وانا ادور على جيب. اي كمل. المهم خليني اكمل. فهو اجى قال ما عندي بس 2,000,000.
مال عرس وما ادري شو. قلت له انا عندي اخذ نكمل بيهن ومن تكمل بس اريد ما صالون. قال الصالون كله يملي بكربله، الصالون وش اسمه البدله والهاي ما ليش دخل. قلت له تمام يمك تمام. اي اعطيته الفلوس، انا ذهب عندي وهدوم عندي كل شيء عندي ما ناقصنا شيء، بس قدام اهلي اعطاني 500,000 تروح تسوي تروح جهز، يدرون انا كل شيء عندي ما محتاجه يعني. وبحيث الذهب كان عندي محابس وعندي كنت يعني هي مو يطولي مصرف مال الجامعه وهاي في جامعه، ومشتريه محابس ومشتريه قلاده وتراتشي بين راحن. وشنو ذهب من هذا الزين اللي يخبط ها. فقلت له ما اريد ذهب عندي وكل شيء عندي، ملابس عندي ما اطلع ملابس مال البيت عندي كل شيء عندي خير من الله. اي مو عيب وحده تاخذها رجال زين ومحترم واسلوب وهاي، بس وضعه تعبان ما بيها شي ترى. وانا اهلي هم كانوا يسالوه والله شاهد ابويا ما طلب منه اي شيء، يعني ما قال له نريد هيك ونريد متامر لا، هم قال له شو اسمه لا مخلوقين جاي يحكي اختي جاي ما اعرف احكي واتنفس. هي من تحكي ما تنفس تقطع النفس. اي فاحنا عندنا شو اسمه يعني ابوي مو من النوع اللي يجي وامي اريد فلوس هيك واريد ما ادري شنو، لا ما عندنا هيك شيء. هاي صارت الخطبه صارت القعده وش متفقين انتم بيناتكم، يعني ما عندنا هاي السالفه. على راسي ام اسد على راسي والله انت والكراسي. وصلنا 50,000 تكبيسه. لا خليها ما تكمل القصه والله. خلي اكمل بعد 50,000 تكبيسه يلا شدوها. ايه شوفوا حبايب هاي شو اسمه خلي احط شاي. اي خلي اكملهم انا نص جزئي وانت كمل جزئك. يلا ها فمن صار العرس وكمل قال لنا شو اسمه العقد مال المحكمه، قال تعالوا يمنا بكربله نعقد. قلت له تمام اجي بكربله. قلت له تعال انت ببغداد، قال انا ببغداد ما عندي ما ادري شنو، تعال انت بكربله انت واهلك ونعقد هناك. قلت له تمام. جيت انا وامي عقدنا. قلت له وين الغرفه؟ قال الغرفه فوق. قلت له خليني اشوف الغرفه، هو كان بانيها الغرفه. اي كنت بعد ما مكملها. اي كان يعني بس ثرمستون بانيها وما مكملها بعد، لا مسقوفه ولا ملبوخه. لا كانت مسقوفه بس بعد لا كانت مسقوفه. وكانت الغرفه شنو بنات؟ لا ابيض. كانت الغرفه عين واحد ما يدري هذا، بس كانت الغرفه بالسطح يعني مو غرفه بالبيت، يعني باب السطح تجي غرفه. انا انصدمت يعني خارجيه. اي بالسطح غرفه خارجيه كانت بالسطح. تدري قهرتين قمت ادخل. لا ضج حبيبي لا ضج. ما فيها شيء. كنا بالبدايات ونحكي لهم وشلون الله وفقنا وكملي. فمن شفت الغرفه انا شوي يعني ايش اكذب انصدمت. قلت له ليش هاي الغرفه هيك؟ ليش مو بيا البيت؟ ضجت حيل ضجت يعني شو الغرفه بالسطح مبنيه وبعدها ما كامله ثرمستونه ما ادري شنو بيها. ها هسه احكي لكم كل شيء. فشلون ضجت؟ قلت لها شلون الغرفه وانا معرسه وتنازلت هواي شغلات يعني وما اخذت من عنده ما كلفت علي ليش هيك هذا. قال هاي اللي اقدر عليه امكانيات وانا رايحه اعقد محكمه. فسكتت. كملنا عقد المحكمه ورحنا. يوم العرس مالتنا تعال كمل. تخيلوا العرس انا احداثي واحد. العرس ايش وقت صار 14 تموز وتخيل الحر. وكان قبلها صاير مال هذا انفجارات الكراده. كان صار وقتها انفجارات الكراده ومعلقين لافتات مال الناس من ماتت وكان شلون حزن. كانت الناس كلها ضايجه وقتها. هو هذا الوقت كان عرسنا. اجوا اخذوني الصبح. اجى اخذني هو واهله وخواله يمكن وعمه هماته امه وخالته وجوا اخذوني الجهاز وكل شيء اخذوا. يطفى ايه. فبياسنا ب 2016 شهر السابع 14 تموز حتى من الحر الطوها عطلة الطوها وقتها. فرحنا رحت انا وامي واختي احنا وياهم وجاوا بالسيارة كبيرة هي ورحنا. وقتها جيت تعبانة منتهية طريق اول مرة ما اطلع طريق بعيد ونفس اليوم ونايمة. شو هاي وين البدلة؟ احنا نجيب البدلة. خلي اروح اشوفها. لا ما يحتاج يشوفها احنا نروح نجيبها. البدلة جت. البدلة شنو؟ البدلة من يعني شو اسمه اقول لكم قديمة قدم ما صاير من هاي البدلات اللي يخزن. فانجبرنا ولبستها ورحنا. قال خلينا نصور. قلت له ما اصور ما اريد اصور حتى صور ما عندي صور بالموبايل
كان طلعتهن لكم والله، بس ما ادري ممسوحات ما ادري ايش وين. ها ايه هاي. لا مو شغلة فصلية اليوم ما ادري شنو هسه كفتي شنو فصلية هاي. بس شو يعني انا لين هو انسان هو اصلا قال لي ما اريد اسوي عرس، وانا لو ما مسوي عرس هم هسه من اتذكر اقول له ما مسوي عرس احسن. ماخذين فلوس العرس ورايحين مكان، رايحين لايران، رايحين والله اقترحت لاربيل. عليها انه نجي نقضيها بربيل فلوس بربيل قال بيران نروح ولا نسوي عرس، وانا قلت له لا ما اسوي عرس. بعدين قلت له لا عرس وهو عرسنا وما ادري شنو خلينا نسوي وهاي، فسوي له ها. بس انا لو ادري والله عرس ما اسوي، لان كانت حاره ووضعيه تعبانه وكل شيء ما عجبني، كل شيء ما عجبني ها. وتخيلوا اكو بعد هواي حكي بس ما راح احكي، خاف يعني ناس تضوج دو شي. ها هو خليجي هسه يكمل لكم. بس والله هو طلع احلى مني، هو لابس قاط ومرتب، بس انا لين جت تعبانه بطريق فما لحقت اجيب. ترى حتى بالحقيقه هسه انا بصفو كان احلى منك. وانت وين ما كان احلى مني؟ انا احلى. هسه هو لبس ستر سوي لي عرس، شنو تقول يعرس لو لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كمل الشاي، انا راد لهيش هيج جقاير ويراد سطل شاي حتى اسولف اللي عندي. سولف اللي عندك عندي. منورين 1100 ها شنو 50,000 هسه تكبيسه والله ما اسولف. 50,000 تكبيسه ما موصليننا والله ما اسولف. انا سوالفي يبكى. والله سوالفي يبكى انا ابو اسد. حبايب كل واحد 10 تكبيسات يلا 100,000 تكبيسه. يتفضل الصلاة على محمد وآل محمد ابو اسد. عريس وربع يزفون، عريس وربع يزفون. هسه اول شغله راح اجاوب. شنو عريس وربع يزفون مكيف؟ ما اقول لك. يقول انا متزوج ما اسويها. انا متزوج ما اسويها. اتزوجك مرة ثانية. اتزوجك مرة ثانية. حبايب بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل بيت محمد. اول شيء شنو خليه يحكي وجهة نظره، هسه انا ما راح احكي. هسه انا اول شيء راح ارد على تعليق. يلا. وبعدين راح اسولف. يلا. شوفوا احنا الغاية من نسمع قصص الناس دائما واحد ياخذ من عندها درس، واحد يتعلم، صحيح. واحد ياخذ عبرة حكمة، اوكي؟ فلذلك واحد لازم يستمع دائما. هسه بنقعد ويا ناس اكبر من عندنا نستمع لهم على مود نتعلم شنو صار وياهم بالحياة ونعرف شلون نتجاوز اكو شغلات نواجهها بحياتنا. فهسه التعليق اللي من ساعة كاتبت لك انت فصلية، شوف راح اجاوبك على هذا التعليق. بس والله بس خل اقاطعك شغله. انا قصتي كان قدرت اكذب عليكم واقول عشت احسن قصه زواج وشو، بس شوف البدايه شنو وشوف النهايه شنو. انتوا لا تحكموا اذا زوجك بالبدايه خوش انسان وما عنده، مو شرط انه ها هي استسلم والله ما عنده لازم اخذ عنده فلوس. شوفوا شموسه من اخذتني اخذت رجال. والنعم. رجال بمعنى الكلمه. والنعم. رجال ما خلاها تمديتها لحد، رجال ما خلاها تحتاج، رجال صار لها اب وصار لها اخو وصار لها كل شيء بالدنيا. والله العظيم وهذا كلام مو ابالغ به. خوش يعني مرينا يعني بايام هسه راح اذكرها وانتم راح تحكمون. فالمهم انا ليش كان ما عندي وليش تزوجت؟ خو انا المفروض اقدر الم نفسي واقدر اكون نفسي واروح اتزوج. شوفوا انا من اهل فقره، والفقر مو عيب، اوكي؟ يعني ما عندنا ذيك الامكانيات. يعني انا من الصفر ساعدت نفسي. انا والدي توفى وانا صغير عمري 12 سنه. شوفوا لا عمامي طوني لا خوالي طوني، ما حد ساعدني، وما عندي حتى اخوان اكبر من عندي، اوكي؟ وما قدرت اضغط على امي ولا قدرت اضغط على خواتي لان ذني نسوان. يعني معقوله رجال يروح يتزوج يكون راسه براس امه مثلا؟ خوش امي هم كانت مره علقتها عيشتنا وكبرتنا، ما كان عندها ذيك الامكانيه، اوكي؟ ساعدتني باللي تقدر عليه مو اكثر. لكن اني من الصفر غرفه بنيت، كان ما عندي غرفه اتزوج بيها، اشتريت غرفه اخشاب. حتى غرفه اخشاب اشتريتها بالاقساط، خوش ما اشتريتها نقد لان كان ما عندي. لميت الشموسه مثل ما قالت $2,000,000 وطيتها مال ذهب. وترى ب 2016 كان يشتغل شغل بالموبايلات، يعني بالموبايلات. اي بالموبايلات يعني ولم هيش مبلغ. كان الصانع يعني كان الصانع يحسبوا لي بالشهر 300,000 يعني هذا فد انجاز يوميا. بالي حياته. كنت اشتغل ويا ولد صديقي كان يحسب لي يوميا 10 يعني شوفوا تبى 2016 يومي ثاني 10,000 بالشهر 300. والحمد لله والشكر. شلون لميت من عندهن ما ادري. الله بارك بيهن. الله بارك بيهن. اي فموضوع انه انا ليش هيك ما عندي فلوس
مو هاي كانت منو غلطتيني، قرأت المشاركة فلوس شيء غلسوا متابعينا غلسوا. اي حبايب، يمكن انا شكلكم شموسه والله العظيم، او هاي الكلمه كل ما اتذكرها خوش قلبي يقوم يوجعني. الله، انا شموسه حبيتها من كل قلبي خوش، وما كنت ما كنت يعني كنت انه شكو عار قدامي احاول اعبره، شكو عار قدامي احاول اعبره على مود اخذها خوش. كانت علاقه حبنا علاقه حلوه ونظيفه، لا حاولت استغلها خوش ولا هي محاوله تستغلني. يعني شكلكم والله فتره خطوبتي كلها خطيه، لا طلبت مني طلعه، لا طلبت مني عده هديه، لا طلبت يعني من اهل الله. وسبحان الله يعني الطيور على اشكالها تقع. اوكي لا هو مو من اهل الله. جامنين هاي من اهل الله، هاي انت لا انت مو خوش مسوي. هاي يعني هيك قدام البيت هسه حاكيني مقلب هذا لو صدق على مود اخلي راسي في المغسله. لا كذي شاقة والله ما اسد ما بس وصل الساعة اصبغ بروحه عم شيني على كيفي بس السترة وشوفت روحك عيني. بس اصبغ بروحي انا دا امدح بيك، انا قابل دامج والله صار الساعة انا خوش رجال وانا خوش رجال عم كافي ندري انك خوش رجال وكفو على كيفك. انا اليا ويل يا يلا كمل هاي الخاطر جهالي. المهم فسويت اللي اقدر عليه، بنيت غرفتي وكملت خوش. قلت يا شموسه ما اريد عرس ضخم، لان الصراحه انا غير ما اريد اسوي عرس ضخم، اكو ناس ببالي ما اريدها تجي، اكو ناس ببالي والله انا اتذكر اقول صدق لو ما مسوينا احسن. فحتى توقعوا احنا ما سويت، والله حتى جماعتي تعدلت ما سويت تعدلت من عندهم، لان قلت لكم ما اريد، انا ما اريد بفلوس خوش. قلت لها شموسه خلي مال العرس ناخذهن ونروح نطلع نسافر نشوف وين نروح. شنو صديقاتي ايش قال هسه ما يسوي عرس ويظل بنفس العرس ويتزوج عليه، ايش وخر يدك؟ هو انا هم ما سويت، هم ضال بنفسي. لا ليه سوينا عرس بس على قدنا. ايه بس هو انا ما مسوي احسن. خوش والحمد لله والشكر عدت. عدت اي والله عدت. كمل يلا كمل الغرفة والهاي. شنو؟ والله هو اي لا يعني قلت لكم انا ما كان اكو شيء قاطك فد شيء قدامك عنور الهدى صدق كذي. ذاك شوي يعني هذا مي. اي وين انا كنت انا شوفوا حتى هنا قاطعتني. لا يعني انا قلت لكم هي ما اشترت شو اسمه، اشترت رجال. ايه وكنا بحال عايشين ورا ما تزوجنا. سويت لكم موقف، هذا الموقف راح يبكيكم هسه اجيكم. يلا شوف روح ابدا اسولف. يلا انت صدق الموقف اللي صار بطل. شكرا. شوفوا ورا ما تزوجنا احنا طلعنا بيئة ايجار بسبب ظروف. فالمهم راحت ايام وجت ايام رجعت قعدت بغرفتي. خليني اسوي لكم هذا الموقف. فالغرفة كان السقف مالتها هذا السندويش يسموه مثل التشينكو، اذا شايفيه يعني عندكم غرف. اوكي شكرا على الدعم. فبيوم من الايام شموسه كانت شوفوا رغم وضعي والله العظيم ورغم كنت كلش تعبان، شموسه خليتها تداوم جامعه. هوش كانت بنفسها الجامعه تكملها، خليتها بالجامعه تداوم رغم كان احنا ما عندنا. والله كانت حالتها تعبانه كلش تعبانه. شوف انا اختصاصي ما احبه، فقلت له اريد ارجع الجامعه. قال لي خليش ترجعين. اول سنه اجلت ما داومت، ثاني سنه خلاني اداوم. هو هم كان تعبان يعني وضعه تعبان، وكنت اداوم اهلي ويعطيني قصد ويعطيني مصرف ويعطيني ما ادري شنو. يعني كنا والله نسوي سلفه وعلى مود ندفع القصد اي والله. هوش المهم فبيوم من الايام صارت عجه، اجت عاصفه كلش قويه. هاي ب 2017 ب 2019 ب 2019 اي اجتي اذا تتذكرون اكو عجه من العجات اجت رأبه وهواء عالي. خطيه شموسه كانت وين؟ كانت بالجامعه. اي والله كانت بالدوام بوقتها. انا قاعد الصبح كنت مقطع للشغل، فمن اجى الهواء طير لكم السقف مال الغرفه.
راح السقف كله راح. شموسه جت من الجامعه خطيه. شوفوني من جيت قلت هسه يطير سقف غرفتنا. تدري هاي هي وضعنا احنا كنا عايشين. تدري اي والله. يعني انا من جيت قلت هسه يطير سقف. احنا سقفنا سندويش هيك يعني قلت لكم على زوجته بأسوأ ظروف. اي والله بطل ابو اسد. طارت الغرفه. فانا كنت بالجامعه وشفت الهواء قلت هسه اروح القى مالت. بعدين قلت هو ابو اسد ما طايل الشغل ويمكن نايم وظل قلبه عليه. هاي يقول ظل قلبه عليه. قلت هسه تطوق على الغرفه على اليوم ما ادري شنو والطير كله بس اريد اوصل اشوفه. بعدين جيت لقيته قاعد وجاي يبكي مقهور واهله متمين عليه شلون طارت الغرفه. وانا قلت له الحمد لله انت بخير. طز بالغرفه خليه شو يصير بيها خليه يصير المهم انت ما بيك شيء. وش قد فرح يعني شفته ما بيه شيء. كنت عبالي راح يصير بيه شيء يعني راح توقع عليه لو هاي اسم الله. فوقت لا شلون قد مقهور. أيوة. بس من شافني ما اهتميت ارتاح. سبلتنا وثلاجتنا وغراضنا كلهن شو اسمه كان هذا مطار والمطر عليهن وما ادري شنو. هو مقهور على غراضه ومطببهن هو واهله ومقهور. قلت له لا ها المهم انت ما بك شيء فدوه كل شيء فدوه. كمل يلا حبيبي انا اخوي اخذت مني. المهم هي من هذيك الساعه بعد قلت لها شموسه ما نبقى احنا هنا. خوش الحياه صعبه صارت علينا. شغل ماكو شغله وقف. يعني اتوقع انا كان شغله والله العظيم خير من الله. يوميتي خير من الله. لا هو بعدين ترى فتح محل وحده صار عنده محل محلات. مال موبايل. محلات كم محل صار فتح؟ عنده شغل صار عنده سياره ورا ما نسوي هاي الحكي. يعني احنا ورا سنتين يعني حالنا تحسن ما بقينا على ذيك الوقت. تحسن بس بعدين الناس فكت هيك عيونها. اي والله العظيم فكت عيونها هيك. السياره خليني اسولف لكم السياره صار بيها. السياره درون صار بيها اشتريت سياره على قدي. خوش بيوم من الايام كملت فصل شاي صبي. بيوم من الايام قولوا ايتم شموسه تذكرين اخذنا السياره. ايه قصري والله العظيم. والله بنات شوفوا احنا تزوجنا كل شيء ما عندنا. والله العظيم هذا الكلام راح احكيه كله وداعة اسودي ما بي هالقد يعني. احنا هذا كل اللي حكيناه الحمد لله والشكر كله لا مزيدين ولا ناقصين. وجيب ذاك الكرسي. الناس تستوعب ما تحكي تاريخها. لا بالعكس. لا ما نستوعب. شوفوا راح تستفادون من هاي القصة. راح يصير عندكم شلون انه الحياة ما توقف ترى. ما توقف. حياة تمشي. وضعك ابد لا تأيسون من حياتكم. ابد لا تحسون انه خلاص حياتكم لهنا وقفت. لا ما توقف. كانت هي ما عندي بس السيارة. خدنا السيارة بيوم من الايام وكنا رايحين بوفاة الرسول لعلي بن ابي طالب عليه السلام. سمعوا هاي القصة. ليش اذكر اسماء؟ لا ما اذكر اسمه. السيارة مثل الورد نمشي بيها نطلع. بس خوش بخار. السيارة مثل الورد نمشي بيها ونطلع. فبيوم من الايام وين رحنا؟ رحنا بوفاة الرسول الامام علي عليه السلام. خوش خذ الشموسة وخذت ابن عمي صغير ورحنا النجف. فشنو عيني؟ احنا من كنا طالعين اكو ناس. لا كانت موجودة. اكو ناس كانت موجودة. المهم خوش سألونا وين رايحين؟ شوف العين. هاي عدوها لكم والله العظيم. لا هي شو ننزلها؟ فسألونا ايه قالوا لنا وين رايحين؟ قلناهم ما قلناهم رايحين النجف. ما قلنا رايح بس شافونا من بس طالعين كنا شافونا. فرحانين. اي فرحانين مكاشخين. احنا كنا من نكشخ يعني. نكشخ والله مو مثل هسه. اي مو هسه. اي والله. يعني هسه شوفوناني لا قبل وين بعد وين نكشخ. كان بدري ومحضرين وش حالاتنا كنا هاي تدرون بعدنا يعني شباب. بعد بداية عرسان. ومكاشفين. فرحنا بالسيارة للنجف. وصلنا الخانة النص. ايش صار؟ توقع ايش صار؟ انفجر علينا. قلت هاي الكاميرا. ايش بيها؟ يلا اي كم. انفجر علينا الاكسل مال السيارة يصير جوا. هسه الشباب يعرفوه. انفجر. من جاي يتحرك؟ جاي يتحرك هذا الستاند وجاي يتحرك الكاميرا. عادي. فانفجر الاكسل مال السيارة واحنا كنا رايحين. اي انفجر بينا والنار قبت جوا السيارة. هاي شنو؟ شموسة الصياح مو طبيعي والعياط. التموا علينا الله يعطيهم الصحة والعافية من امه. اهل الموكب. اهل المواكب قبوا علينا خطية وطفوا السيارة بيمن بالكراكة. بالتراب. ترقت السيارة راحت. خوش والله العظيم
طفوا السياره، عفت السياره هناك بقت تقريبا اسبوع، بقت بخانه النص. بس وقتها صار موقف انا كل ما اتذكر من طفيت انا شوف من النار من جو مشتغله، فقلت المصطفى عوفها. طب هو ابن عمه جو يدوا يطفوها، وجو الموكب وقفونا خطر قعدنا صبوا لنا شاي وقتها. لحد هسه الشاي ما ناسيته، شاي هذا الشاي الطيب اللي بيفهم، ها فحم طعم الفحم بس ايش قد طيب. تشوفون انتم ما انا وين فايت القصه وبتجاو وهي طب مواقف وتقطع حكايتي. ولحد هسه وين ما اروح اشرب شاي اتذكر الشاي شربته من السياره انفجرت ما لقيت عم انا مثله. اخذ شيلهم بالمحرم وشربي. بس والله شاي وقتها. اي راحت السياره ورا ما رجع رجع سحبت السياره بكرين وكان مفجور هذا مالتها من جوا بعد ما تمشي. وين وديتها شمرتها بالباب ايش قد بقت؟ يمكن بالست شهور 6 اشهر بقت ما مصلحه. شلون واحد كرهت السياره قلت هاي بعد ما اصلحها هاي راح تصير موت تبيها ذاكرها بعد. انت قعدت لازم تفتح حد يوم انت قاعد. فتحتها يا بش ما فاتحها. اي المهم عيني بقت السياره لحد ما بعتها. باعها وهاي كانت اول سياره نشتريها بحياتنا واحنا ما عندنا شيء. ما تهنينا بيها. ما تهنينا بيها والله صدق ما تهنينا. اي والله. وهو اشتراها من اشتراها عم يوديني بيها الجامعه. اي والله. قال راح تداومين فاجيب السياره شو ضين خطوط لو ضايلين بالسيارات والهاي فاشتراها بس ما لا تهنينا بيها. السياره بعناها ورا ما بعناها اللي اخذها توفقوا بيها بالعافيه على العالم. المهم وراها مرت ايام راحت ايام سودة والله. بس تدرون شغله وانا سويت عمليه شفت المراره بكربله وهو هم سوى عمليه ما ادري ما شنو وانفقرنا بحيث وقتها انفقرنا فقر مو طبيعي. يعني اخر شيء مصطفى يسوي شغل يفتح محل كله خساره يومين ويخسر ويبهطله، يفتح محل ويومين ويخسر بحيث نريد نلزم رواحنا ماكو. خير شي طار السقف من طار السقف قلت له ها يلا يقول لنا روحوا. قال راح اروح لاربيل وروح هناك نستقر ما ادري شنو. انا بالبدايه خفت قلت له لا ما نعرف وين نروح، لا عندنا غراض لا عندنا ما ادري شلون نروح مكان يعني بعيد عنا هن وش احنا قد عمرنا وقتها بس فجأة يعني هذا زين عمرنا تقريبا 25 24 هي لا مو 24 اكثر. انا 24 كنت. لا من جينا اربيل مو 24 ورا 3 سنوات من عرسنا. لا بعد 4 سنوات. ليش 16 عوفيها 17 18 19 طلعنا من هاي. ايه فهو قال راح اروح فقلت له يلا خليني اروح وياك. كان يعني بدايه جديده يعني احنا تونا يعني صارنا تو ما عندنا ذيك المسؤوليه نطلع وحدنا. بعدنا بدايه حياتنا نروح مكان وحدنا لا هن يمنا لا حد يمنا. والله العظيم عفنا يعني صعبه عفنا بيتنا وطلعنا لاربيل. اي والله. اقول لكم بس علاقه ملابسنا. اي والله. كانت وعندنا شقد 75,000. اي والله. الله يذكره بالخير صديق جابنا بسيارته والله يذكره بالخير صديق الثاني استقبلنا هناك. اي الله يديهم العافيه والله. كانوا اصدقائي يعني ما انسى فضلهم ابد علي. اي استقبلنا هنا خوش وقعدنا في طيب بيته فتره. اي والله فتره بين ما لقيت لنا بمكان وطلعت واجر الشقه ومن اجر الشقه وقعدنا قبل لا ناجر هذا البيت قعدنا بشقه. صحيح. خوش قعدنا بشقه بحيث خطيه حتى اللي اجرت من عند الشقه ابو العقار ورا شهرين لطيت هاي قلت له ما عندي انا جاي هنا هيك وضعي. خوش قال مو مشكله واشتغلت ورا شهرين سددت الايجار. يعني احنا واستمرت حياتنا. ايه استمرت. منا صارت طفره يعني كنا احنا بحاله كلش ميؤوس من عندها. صحيح. رب العالمين وفقنا من جينا صارت طفره من عندها وبدا الشغل شويه مالتي يصير زين بدينا نلم الحمد لله والشكر. لمينا صاعدنا من عندها صاعدنا هاي الحمد لله وهذا الخير كله من فضل الله. من فضل. تغيرت حياتنا جذريا. الشيء فادنا يعني شيء سوينا احنا طفرنا طفره يمكن غيرنا ما يسويها. ما حد يسوي. ما حد يعرف حياته. عرفنا حياتنا عرفنا غراضنا عرفنا كل شيء. عرفت منطقتي عرفت اصدقائي عرفت كل شيء. هن وجينا طفرنا يعني هاي الخطوه ما حد يخطيها. الناس تخاف اذا كان ما اخطيش خطوه يعني صعبه. اعوف بيتي واعوف اهلي وحدي يصير بيشيت مره ضل حد يمي. قلت لها اهم شيء خل نروح وخلينا نشوف يمكن الله كاتب لنا جينا احنا سنه ونص والله لا احد واصل لا ورايحين احنا. اي والله سنه ونص بقينا هنا اشتغل واعتمدنا على روحنا والله وفقنا يعني. الله الحمد لله والشكر يعني احنا وضعنا هسه. اي قاعدين ايجار احنا بس الحمد لله يعني نعمه كونا بيتنا خوش اعتمدنا على روحنا احنا. صحيح. يعني من طلعنا بعد اعتمدنا على روحنا خوش.
صحيح اعتمدنا ابتعدنا بعد ابتعدنا عن اهلنا وكوننا نفسنا وابتعدنا ما احتاجنا احد بدينا من الصفر بدينا. والحمد لله والشكر يعني صار لنا باب رزق بدأت صفحة جديدة حياة جديدة تغيرت الله رزقنا صاعدنا طفل نعمة من الله سيارة صار عندي صاعدنا نعمة الحمد لله والشكر. وشوف يعني هاي بدينا بداية يمكن غير وحدة إذا تلقى زوجها هيك لو خطيبها ما تقبل بس أنا ما قلت لكم يعني اكو ولد مو زين يعني اكو ولد يعني أنا شفت الرجال ما مقصر من شفته ساعدته يستاهل المساعدة. فأنت إذا تلقين خطيبك زوجك ما عنده مرات اساعده ما بيها شيء يعني هي بوقت انا ما عندي هي ساعدتني وهي طتني وهي كان عندها فلوس كان عندي يعني طيته اللي هاي يقدر عليه طيته وساعدته. اجى وقت اللي صار انا عندي فلوس انا انطيتها وساعدتها يعني ما نكرت فهمتوا شلون. فاليوم الانسان اللي يستاهل انطيه او انت اللي تستاهل هم انطيها. صحيح خوش هي الحياه تعاون اذا ما تعاون واحد يتعاون اذا ما تتعاونون بالحياه ما راح تستمرون. صحيح خوش ما راح تستمرون. واعرف اكو ناس زينه اكو جوز نسوان زينات بلكت انه ما يقدرون يقنعونها زواج ان يصيرون هيك اوكي. فهاي يا ريت انه بلكت من زوجها يسمع من احد مثلا يسمع. صحيح. يحاول يغير من روحه. صحيح. يروح لزوجته يروح يحكي وياها يحاول انه يساعدها. خوش يحاول اذا مثلا هواي اكو ناس من رجولتهم يعني شكلكم اسد وين اسد نايم اسود يعني هسه مثل وحده رجلها يشتغل فد عماله يشتغل فد بمحل دخل هاي مو اجي والله فلانه عندها فلوس فلانه اشترت اريد مثل اضغط عليها لا اتنازل له شويه اصبر ويا زوجي ما بيها شيء. خطيب اشتوى يريد يكون نفسه الساهل وياه هماتين يعني فحيث واحد شوي يتساهل الحياه عم تمشي. هانوني قاعدة السودي اي يعني فجأة يقولكم هيجي تعال كمل. لا هي الحياة تعاون اي خوش يعني احتمال انت زوجك اللي يشتغل دخله ضعيف ما تدري بيوم من الايام يجوز عثرة دفرة ويجي واحد يشغله بمكان زين خوش وتقولين ها والله كنت مفكرة بالطلال هم زين هسه زوجي صار عنده فلوس ما تعرف الدنيا ضامت لك. والله العظيم جتنا ايام هاي شموسه وسيلوها قاعد ابكي اقول له رب ارزقني ما عندي فلوس ما عندي. خوش جتنا ايام والله العظيم احنا سوا كامل مناكل بيض وطماطه. ايوه القرآن بيض وطماطه غدا وعشاء. خوش والله خاصه بطولنا بس شنو الله غير من حال الحال. صحيح اي والله. خوش يعني تقدر شموسه بذاك الوقت قلتي ما لا قلت له ما يدخل ما تحمل وياك روح انت شوف حياتك. بس واحد ما يعرف الله ايش ذنبه. الحمد لله والشكر هسه العيشه اللي عايشها شموسه تحمد الله والشكر الحمد لله والشكر والله. خوش وهاي قصة عرسنا اللي طلبتوها باليوتيوب. قصة عرسنا هي بيها الحلو بيها المو حلو بس احنا حكيناها بدون اي تحرك بدون اي شيء. وانا اعرف هواي ناس راح تاخذ من عندها موقف وعبره تستفاد من عندها نصيحه وان شاء الله. فدائما اتكلوا على الله. صحيح الله اكبر من كل شيء. والله أنا مرات أصفين أقول مستحيل إن هناك قاعدين بغرفة وسقفها سندويش وهيك بحيث مرات أقول وهيك الله عليك كل شتاء كانت الغرفة تخر علينا مي. كل شتاء كانت تخر علينا 4 طوس كنا خانين بالغرفة. اي والله الحمد لله والشكر. مرات أقول الحمد لله والشكر احنا رضينا بالقليل وحمدنا الله عليه والله زادنا والحمد لله والشكر. ان شكرتم لازيدنكم رب العالمين يقول هذا. اي صحيح. خوش فانتم حمدوا الله وشكروا على القليل ويجيكم الهواي. اي والله الحمد لله. صح ماكو حال يبقى على حاله. صح حبايب على اليوتيوب احنا عبالكم انتم القصه مضحكه بس صارت شويه حزينه ما قصه عرسنا بس ان شاء الله تاخذون من عندها عبره ونشوفكم بمقطع قادم. يلا باي باي.